السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى يا جماعة، الناس اللي بتقولك القلقاس بيمزلق مني، او الناس اللي بتقولك لا انا مش بحب المادة المخاطية اللي بتبقى في القلقاس، واللي بيقولوا كمان السلق ما بيظبطش معايا، ما بعرفش اطلع القلقاس باللون الجميل ده. ايه رأيكم النهاردة هنغطي على كل المشاكل دي، وهنطلع شوية قلقاس على طريقة امي الله يرحمها، من غير اي مزلقة، حتى لو بات عندك لتاني يوم والقلقاس مستوي كده وليه شخصيته الجميله دي. شويه رز بشعريه، ويلا تعالوا ورايا على الفيديو عشان نشوف الطبق الجميل ده عملناه ازاي. اول حاجه هنسمي بسم الله وتنقيه القلقاس. الشهر 12 وشهر 1 في الشتاء هم احلى وقت تجيبي فيها القلقاس وتجيبي فيها خضار الشتاء كله. اهم حاجه لازم الراس بتاعه القلقاسيه تبقى لونها احمر او بينك كده بالشكل ده، هو ده اللي يبين لك ان ده طازه ولسه ميته فيه وما ياخدش وقت خالص ولا ياخد سوا على النار. هنقشر القلقاس ونمسحه بفوطه ونقطعه مكعبات من غير ما نغسله نهائي، ونرجع تاني. بصوا بقى كده يا جماعه، بعد ما قطعته بالمنظر ده بالشكل ده، شايفين لونه جميل ازاي؟ اللون الوردي الحلو ده احلى قلقاس اليومين دول بالشكل ده. بعد كده على فوطه، دي فوط المطبخ، تجيبي كام فوطه كده تخليهم للمطبخ، للقلقاس، للملوخيه. مهم جدا جدا الموضوع ده. بعد ما افرشه كده على فوطه، بصوا ما طالش نقطه ميه، اروح تاني عليه الفوطه كده النص التاني وامسح فيه كده بالشكل ده. شايفين؟ انشفه، لو عرق مني انشفه، يعني انا كده مش بليته، لا انا بس مجرد بنشفه من التعريقه بتاعته. اول حاجه بقى في الخطوه اللي همنع بيها المزلقه، زي ما كانت امي الله يرحمها بتعملها، بعد ما بفرشه واقطعه كده على الفوطه، بروح جايبه الليمون، جايبه مثلا ايه نص ليمونه كده، تعصريها فريش كده زي ما هي كده، ماشي. وبعدين وهو على الفوطه كده زي ما هو، تروحي ايه مدياله كده ايه رشه بسيطه كده، نص ليمونه مش اكتر من كده اهي. دي اول خطوه امنع بيها المزلقه على طريقه الله يرحمها والدتي. بعد كده بسيبه بقى كده زي ما هو، قلبيه بس، بصي قلبيه بايه؟ بالفوطه كده وكده، خليه ياخد من الليمون كله اللي احنا عصرناه عليه اهو. بصوا ازاي كده، بس اركنيه بقى وتعالي معايا نشوف الخطوة التانية اللي هنمنع بيها مزلقة القلقاس نهائي. يلا بينا. الخطوة التانية بقى اللي بتقضي على المزلقة النهائي، بنحط شوية زيت على النار نسخنهم زي كأني احمر بطاطس، بس القلقاس ما بحمروش زي البطاطس، لا ده انا يا دوبك بنزله في الزيت ياخد ربع تحميره كده واشيله على طول. محضره جنبي طبق عليه مناديل، بحطه على طول في الزيت واشيله احطه على المناديل كده. شكرا. لو القلقاس ده بات عندك يومين 2 3 مفيش مزلقه نهائي. يلا بينا بسم الله. بصوا دلوقتي بقى يا جماعه لسه شايلاه من الزيت زي ما انتم شايفين. انا ما بحمرش القلقاس زي البطاطس، انا بديله بس صدمه في الزيت يقفل كل الانسجه بتاعته، لكن هو لا استوى. هو بصوا كل اللي حصل هو ني لسه زي ما هو، لسه هيستوي في الشوربه، بس مسك نفسه. القلقاسيه قفلت على نفسها، عمرها ما هتنزل لي ابدا اي مزلقه ولا الماده المخاطيه بتاعتها اللي في ناس كتير ما بتحبش القلقاس بسبب الماده دي. مفيش الكلام ده. حتى لو بات عندك لتاني يوم تالت يوم بيفضل كده زي ما هو ماسك نفسه كده زي ما انتم شايفينه. بصوا ولا اتهرت، وحتى ما استوتش نيه اهي زي ما هي، ولونه اهو زي ما انتم شايفين زي ما هو. الحركه دي بقى الله يرحمها والدتي كانت مشهوره بيها جدا، وكانت مشهوره بالقلقاس لما بتعمل الحركه دي عمره ابدا ابدا ما بيجرى فيه اي حاجه، وهتحبوا تاكلوا القلقاس بتاعنا. دلوقتي بقى جه دور ان احنا نحبش الشوربه واللحمه بتتسلق جواها. هنحبشها ازاي؟ يلا بينا. دلوقتي بقى اللحمه بتتسلق 3/4 سلقه. اول تحبيشه زي ما اتفقنا هنحبش الشوربه علشان نطلع شويه قلقاس ما شاء الله ملهمش حل. معلقه زبده او سمنه كده في الطاسه،
الطاسه كانت سخنت شويه. وبعدين معلقه تومه كده معاها واقلبهم في قلب بعض كده. قد ايه الحركه دي بتدي تطعيمه حلوه قوي قوي للشوربه ما شاء الله عليها يعني. وبعد كده طماطمتين مضروبين في الخلاط، 2 بس اهو، مع شويه ميه يعني حوالي نص كوبايه ميه كده، واقلبهم. طماطمتين بس يا جماعه، احنا مش بنعمل قلقاس بالطماطم. وهحط في الصلصه ملح، حاجه بسيطه كده لان الشوربه عندي متحدقه. وبعد ما احط القلقاس في الاخر خالص هبقى اظبط برده الملح. فلفل اسود، ويا دوبك رشه سكر كده بتفرق جدا جدا في الطعم، وبتخلي القلقاس يفضل فيه قرشه حلوه كده ما يطراش منك ابدا. ونقلب وريحتها طالعه حلوه ما شاء الله. بصوا كده، ندوب كل الملح والفلفل والسكر، ما بحطش اكتر كده ولا بهارات ولا اي حاجه عشان ما تغيريش طعم شوربه اللحمه كده. وهسيبها يا دوبك تغلي غلوتين بس، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي بقى على ما الطماطمتين الحلوين يغلوا كده ويقصروا معانا يعني يتسبكوا معانا كويس، مش هنقعد ساكتين، واللحمه كمان بتكمل سواها على النار. تعالوا بقى نجهز السلق. السلق عندي بيبقى بالشكل ده. بمسك العود كده بعد ما اتغسل غسله حلوه محترمه وصفيته في المصفى، بروح مقطفاه كده بالشكل ده واحطه من غير عيدان، مش محتاجين العيدان تاني اهو. بصوا يا جماعه اهو، تاني بصوا ادي الورق اهو، بضمه على بعضه كده واروح مقطفاه كده من العيدان كده بالشكل ده اهو. بس عايزين الورق بس. دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما الطماطمتين اللي عملناهم بفصين توم قصروا كده يعني تقلوا معايا كده بالمنظر ده وريحتهم طالعه ما شاء الله شهيه جدا، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الشوربه، حله الشوربه اهي معانا كده، بسم الله. وزي ما قلت لك لغايه دلوقتي اللحمه مش مستويه للاخر، بخليها تكمل سواها في التحبيشه الحلوه بتاعه الشوربه. ننزل بقى بالطماطم اهي جوه الشوربه كده واقلب حتى هتلاقوا لون الشوربه بقى جميل، لونها حلو ما شاء الله، وبتطعم الشوربه جدا. بصوا مش صلصه، هي كانها الشوربه محمره شويه. هخليها برضو تغلي على نار هاديه على ما نروح بقى نعمل السلق بتاعنا ونرجع مع بعض تاني. ادي كده يا جماعه السلق بعد ما قطفناه كله، خدنا الورق بس زي ما اتفقنا. عندي بقى ربطه شبت هحطها عليه، وعندي كمان ربطه كزبره خضراء، يبقى شبت وكزبره خضراء بحطهم على بعض كده بالشكل ده. وعندي كمان خدت حوالي كوبايتين من شوربه اللحمه، شايفين التحابيش بتاعتها والطماطم مدياها لون جميل ازاي. معايا دول الكوبايتين الشوربه، وكمان السلق بالكزبره بالشبت هنضربهم مع بعض في الخلاط. يلا بينا. اول حاجه هحطها شويه من الشوربه على سكينه الخلاط والباقي معايا، وبعدين هاخد شويه من السلق اللي معاه الكزبره والشبت على بعض كده وازقهم كده على سكينه الخلاط لتحت. شويه كمان من السلق كده اهو، وما خليهوش هايش كده، لا ادوس عليه كده لتحت. وبعدين اروح واخده شويه شوربه عليه، ويلا بينا نضرب. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا عملت قاعده بالسوائل. بعد كده اما احط بقيه ورق السلق كله هيتضرب معايا ويتفرم كله مع بعض، لان الخطوه دي هي دي اللي بتنعم لي بقيه السلق. يلا نكمل الباقي. كده بقى بعد ما ضربنا السلق كله في الخلاط زي ما قلنا بربطه كزبره وربطه شبت كلهم بفرمهم على بعض وبضربهم في الخلاط مع شويه شوربه، بصفيهم بقى في المصفى، بتك عليهم كده. كل ما تصفي الميه بتاعته الشوربه دي اللي اتضرب فيها وتخلي التفل كده ما فيهوش ميه، كل ما يتحمر معاكي على النار اسرع واسرع، ما ياخدش وقت زي ما انتم متعودين. احلى طريقه للسلق برضو اللي اتعلمناها من والدتي الله يرحمها. بعد كده الشوربه دي بقى، الشوربه اللي في المصفى دي البهاريز كلها،
يعني دي الشوربه دي اللي واخده الشوربه اللي اتضربت في الخلاط مع كل البهريز بتاعه السلق والخضره. تعالوا بقى نشوف الشوربه دي هنحطها على اللحمه ونشوف شكل الحله هيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى الشوربه بتغلي بالطماطمتين وفصين الثوم اللي حطيناهم مع الشوربه واللحمه. شوفوا شكل الشوربه غني ازاي، لو دقتي طعمها هيعجبك قوي قوي قوي. هنزل عليهم الشوربه بتاعه السلق اللي ضربنا بيها السلق عليهم كده. بس يا ستي كده الشوربه عندي اتحبشت وبقت زي العسل. تاخد غلوتين ونشغل النار على العين التانية نحمر فيها السلق على ما دي ما تاخد غلوتين كده بالتحابيش الحلوة، وبعد كده نبقى خلصنا خلاص. اوصل للمرحلة دي واللون ده والشوربة دي كده يبقى القلقاس بتاعك هيطلع عالمي، ريحته هتبقى جايبة اخر الدنيا، سلم العمارة والشقة كلها هتبقى ريحتها من الشوربة دي. يلا بقى نحمص القلقاس. معلقة زبدة كده على النار او سمنة، وبعدين هجيب السلق من المصفى كده زي ما هو على الزبده كده، وما بحطش على السلق دلوقتي توم ولا اي حاجه خالص، هو زي ما هو كده الاول عشان ريحه التوم ما تضيعش مننا. تحمص الاول يوصل للون حلو كده غامق حلو كده بتاع امهاتنا الجميل، وبعد كده نروح حاطين التوم بقى ونحبشه زي ما احنا عايزين. دلوقتي بقى هفضل احمص فيه كده لغايه ما ياخد لون كده ايه محترم كده معانا، لون غامق حلو، وفي نفس الوقت الحله على النار على نار هاديه بتاخد وتغلي بتاخد تدي كده مع نفسها. دلوقتي بقى يا جماعه في المرحله دي شايفين كش قد ايه وقل قد ايه، بس لسه لونه اخضر، لو فتحتيه من جوه كده هتلاقي لسه لونه مخضر، فكده مش هينفع، لازم يغمق، لازم كمان هو لسه طري، لازم اما اجي اقلبه كده احس انه عامل زي الورق المحروق كده بيخشول بلغه امهاتنا. لكن شايفين بصوا هو لسه لونه مخضر. في المرحله دي هنعمل حاجتين، اول حاجه هنزل بالثوم بقى معايا يتحمر هنا دلوقتي عشان تفضل ريحه الثوم وطعمه باينه، وكمان شويه كزبره، وكده هسيبه بقى ايه، هوطي النار خالص. انا الاول كنت معليه النار، دلوقتي هنوطي النار خالص ونسيبه مع الثوم ياخد ويدي، وهنا بقى ايه ننزل القلقاس في الشوربه، مش قبل كده لان القلقاس مش هياخد سوا خالص. فعلى ما الباقي ده ياخد مرحله التحمير اللي احنا بنقول عليها مع الثوم والكزبره يكون القلقاس خد غلوتين في الشوربه كده. يا جماعه بصوا نزلت القلقاس كله في الشوربه، شايفين لون الشوربه عامل ازاي، تحسي انك عايزه تشربيها شرب كده. انا عايزه اقول لكم والله لما بعمل القلقاس على طريقه امي بالطريقه دي بياخدوا الشوربه دي في كوبايه ويقعدوا يشربوها كده زي الشوربه العاديه من جمال الشوربه وطعمها. وحاجه تانية مهمه عايزه اوريها لكم، شايفين القلقاس متماسك ازاي، بصوا مش مهري، محدش يقول لي ده لما ينزل الزيت هيتهري، لا خالص، اهو القلقاس متماسك وفي نفس الوقت عمره ابدا ابدا ما يمزلق معاكي في الشوربه. على العين التانية الصغيره بحمر السلق بكمل تحميره مع الثوم والكزبره الناشفه، وهوطي بقى كده خالص خالص على السلق، واسيب كمان القلقاس واللحمه ياخدوا ويدوا مع بعض، ونرجع بقى على الطشه الحلوه. دلوقتي بقى يا جماعه حانت اللحظه الحاسمه، لحظه الطشه، طشه السلق اللي ريحته جايبه اخر الدنيا. عايزه اوريكم بس الاول، بصوا بيخشول يعني بيعمل صوت كده ناشف كده وبيوصل للون ده والمرحله دي كده شمخه القلقاس الاساسيه. هنعمل ايه بقى؟ هنفتح الحله بسم الله، بصوا بقى المنظر ما شاء الله اهو، شايفين القلقاس استوى وبصوا عامل ازاي، شايفين متماسك ازاي، كل واحده بوحدتها ازاي يا جماعه اهو بالمنظر ده. يلا بقى ايه نطش احلى شويه سلق واحلى شويه قلقاس النهارده بامر الله. يلا بينا بسم الله. بصوا بعد الطشه الحلوه دي هديله غلوتين اتنين واطفي عليه على طول. وكده يا جماعه بصوا لون ميه القلقاس عامله ازاي،
وبصوا القلقاس كل واحده بوحدتها ازاي ما شاء الله كده، عمره ابدا ما يمزلق معاكي ولا يعمل لك اي مشكله، حتى لو بات عندك لتاني يوم وتالت يوم. قضينا على المشكله بتاعت القلقاس اللي كانت على طول بتخلينا لا هجيب قلقاس، لا ده لما بيبات بيتخن، لا ده لما بيبات مش عارف بيحصل فيه ايه. مفيش الكلام ده خالص. شويه قلقاس النهارده يستاهلوا بقكم لوز العنب. يلا بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك حلو زيكم كده للفيديو الجميل ده، علشان على طول يوصل لاكبر عدد ممكن، وكمان كل فيديوهاتنا توصل لكم اشعاراتها وانتوا قاعدين لغايه عندكم. سلام عليكم.